برج العقرب، شهر نوفمبر هيكون نقطة تحول في حياتك، بس مش لأي حد، للي فعلا جاهز يبدأ من جديد. شايفك يا برج العقرب داخل شهر نوفمبر بطاقة جديدة بعد فترة كانت مليانة تعب وألم نفسي وإنهاك عاطفي. الطاقة بتقول إنك بتبدأ تطلع من عزلة كنت حابس نفسك فيها، بتفكر بوضوح وبتبدأ تقول كفاية، أنا لازم أرجع أعيش. في تحول قوي بيحصل جواك، يمكن تكون قررت تسيب حاجة قديمة وجعتك أو تبعد عن شخص كان بيستنزفك. الطاقة فيها تطهير نفسي وتجديد روحاني. عاطفيا يا برج العقرب، في شخص لسه متعلق بيك أو أنت اللي لسه بتحاول تنسى. في مشاعر راجعة من الماضي بس كأنك بقيت واعي أكتر، يعني حتى لو الشخص ده رجع أنت هتعرف قيمتك ومش هتدي بنفس السهولة. لو أنت سنجل يا برج العقرب، في فرصة حب جديدة جاية في نص الشهر. الشخص ده هيشدك بعقله وطريقته في الكلام مش بشكله. ولو مرتبط، في شوية خلافات بسيطة بس كلها بتتحل بالحوار. أهم حاجة ما تكتمش جواك. برج العقرب والعمل والمال في نوفمبر، الطاقة في الشغل قوية جدا، واضح إنك بدأت تسترد مكانتك أو بتثبت نفسك بعد فترة كان فيها تشكيك في قدراتك. في فرصة شغل جديدة أو ترقية هتظهر في الأسبوع الثاني من الشهر. أما ماديا يا برج العقرب، فالأمور مستقرة، بس حاول تمسك إيدك شوية لأن في مصاريف زيادة، خصوصا على أمور تافهة أو ناس مش بتقدر. وكمان يا برج العقرب خد بالك عشان في حد قريب منك طاقته مش صافية. هو مش لازم يكون عدو، بس ممكن يكون بيحسدك أو بيتكلم عنك من وراه. وفي نفس الوقت في صديق هيقف جنبك في موقف هيخليك تعيد حساباتك في مين اللي بيحبك بجد. واضح يا برج العقرب إن في طاقة توتر جاية من ضغط المسؤوليات، يعني ممكن تحس إنك مش قادر تسيطر على كل حاجة. خلي بالك كمان من قرارات متسرعة تخص الفلوس أو العلاقات. فكر يا برج العقرب قبل ما تتحرك وما تخليش الغضب يسيطر عليك. الخلاصة يا برج العقرب، في شهر نوفمبر بترجع لك ثقتك في نفسك من تاني، وبتحقق خطوة كانت واقفة بقالها شهور، وبتقوي علاقتك بشخص مهم في حياتك. ممكن يكون شريك عاطفي أو حد من عيلتك. طاقتك راجعة أقوى من الأول وعندك طاقة نصر بعد تعب. نصيحة شهر نوفمبر لبرج العقرب، ما ترجعش ورا الماضي وجعك وسيب اللي مش مقدرك. نوفمبر جاي يكرمك لو عرفت تختار اللي يستاهلك. برج العقرب، شهر نوفمبر فعلا جاي يغير فيك حاجات كتير، بس التغيير مش هيحصل إلا لو أنت مؤمن إنك تستحق الأفضل. لو حاسس إن الكلام ده لمس قلبك، اكتب لي تحت في الكومنتات نوفمبر هيكرمني، وشارك الفيديو ده مع أصحابك عشان نثبت إن برج العقرب عمره ما بيقع، هو بس بيرجع أقوى من الأول.